حسام عاوز يكرر ويعيد حكاية الجوهري مع طاهر أبو زيد، لكن الفارق هنا بعيد. طاهر كان في هذه المعركة وحيد، أما محمد صلاح فالعالم يدعمه لأنه لاعب فذ وفريد، وله معجبين ومؤيدين، ويحظى بكل التأييد بسبب تاريخه الكبير ولما له عندهم من رصيد. صلاح ظاهرة نادرة ولاعب كبير من الصناديد، لاعب لا يتكرر كثيرا، وإنجازاته تشكل حصن شديد يصعب اختراقه وإحراقه، وهي كالجبل التليد، ومحاولة هدم هذا الجبل أمر مستحيل ورأي غير سديد. ولكن ماذا تنتظر من إدارة فكرها بليد تدار بنظام المنتفع والمستفيد؟ هذا يحقد وهذا يحسد وهذا يكيد، وأساطير يخشون على عروشهم من التهديد. فكان لابد من تشويه الرجل كي يحل الذم مكان التمجيد، ويحيل سلامه النفسي إلى تنكيد، وتركيزه إلى تشتيت وتبديد، فيتوقف نشاطه ويصاب بالتجميد. وبهذا يتم إنقاذ تاريخ هؤلاء الرعاديد الذين لا هم لهم إلا مصالحهم، وهمهم التعطيل والتعقيد وتدمير الناجح وهدم ما يشيد. هؤلاء ورم خبيث في جسم المجتمع، هؤلاء ورم غير حميد، هم سبب مأساة الرياضة، بل هم السبب الوحيد، والله على ما أقول شهيد.